السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد إيهاب. أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس ال 3ds Max. النهاردة هنتكلم عن الموف تول والروتيت تول والسكيل والسيلكت اند بليس. طيب لو جينا مثلا حطينا اوبجكت هنا، حطينا بوكس مثلا وعايز احركه، تمام؟ اما بضغط W من الكيبورد او بضغط على الموف تول اللي هنا دي. طيب بحركه ازاي؟ بحركه في اتجاه الاكس، بحركه في اتجاه الواي، بحركه في اتجاه الزد. ان انا بمسك البيفوت اللي هو مديها لي، اللي هي الاتجاهات بتاعتي. عندي اتجاه الاكس، عايز احرك الاكس، بضغط على الاكس من هنا واحرك، بضغط على الواي واحرك، بضغط على الزد واحرك. طيب عايزين نخلي البوكس ده مثلا بدايمنشن معقوله شويه. طبعا احنا بنحط البوكس كده وخلاص، احنا بقى عايزين نبطل شغل الناس البيجنرز دول، نبدا نتكلم في الصح بقى. خلينا نقول مثلا طوله 4، عرضه 5، ارتفاعه 3 متر مثلا. بقى الشكل عندنا اهو. طيب هتحس ان هو صغير، هو مش صغير. هي الفكره ان الجريد اللي عندك دي متقسمه خطوط كبيره. كام؟ خلينا مثلا عند السناب هنا نضغط عند الهوم جريد، هتلاقي الجريد سبيسنج 10 متر، يعني كل 10 متر في خط سواء طولي او عرضي. لا احنا ممكن نخليه كل متر مثلا، معقول. ممكن نخفيه خالص لو ضغطنا جي زي ما قلنا ونرجعه تاني بالجي، خلينا موجودين. طيب احنا عايزين البوكس الخطوط دي تبان، هنضغط F4. لو مش شغال عندك هتضغط FN اللي هي اللي تحت اللي جنب الويندوز مع F4. تمام تمام. طيب زي ما قلنا اتجاه الواي، اتجاه الاكس، اتجاه الزد. طيب احنا مش عايزين حركة عشوائية، احنا عايزين نتحرك بمساحة محددة بمسافات معينة. طيب انا مثلا عايز احركه في اتجاه الاكس كده، خلينا نقول متر. هنيجي هنا عند الاكس هنكتب متر، اتحرك متر. طيب عايز ارجعه 3 متر، يبقى سالب 3 متر. سالب لان انا كده في عكس السهم، عكس السهم بيبقى سالب، مع السهم بيبقى موجب. كذلك برضو عايز ارفعه في الزد متر، فبكتب متر. عايز انزله 2 كده، عايز اطلعه واحد تاني، وهكذا. طيب رسمت البوكس بتاعي وعرفت ازاي احركه في الاكس والواي والزد. لو جيت حركته في الاكس وضغطت كليك يمين بيرجع لمكانه، لو حركته في اتجاه الواي وكليك يمين بيرجع لمكانه، وهكذا. عندي طريقة تانية برضو للموف، وهي الموف اللي هنا برضو اضغط كليك يمين، اتجاه الاكس اتحرك زي ما انا عايز، بكتب المسافة اللي انا عايزها، وفي اتجاه الواي كذلك، وفي اتجاه الزد. طيب ده بالنسبة للموف تول. تاني حاجة عندنا وهي الروتيت. لو ضغطت على الروتيت هلاقي ان انا بيحرك لي الاوبجكت بتاعي في اتجاه الاكس والواي، في الاتجاه ده، في الاتجاه ده. طيب انا مش عايز اتحرك حركه عشوائيه برضو. خلينا نقول ان انا عايز الف الاوبجكت بتاعي 45 درجه. بص كده هو بيلف 15 20 25 40. طيب هو ليه بيلف خمسات؟ لو خدت بالك 5 5 5 5، ليه بينزل خمسات كده وليه بيتحرك خمسات بس؟ ده لان انا ضغطت على الانجل ستان. الانجل ستان لو جيت ضغطت هنا يمين هتلاقي في الاوبشن حاجه اسمها انجل 5. لا انا ممكن مثلا اخليه 45 درجه. تمام. ايه اللي يحصل لما اخليه 45 درجه؟ بص كده، اول لفه 45، تاني لفه 90، تاني لفه 135 180 225 270، وهكذا. اللي بيحصل ان هو بيلف 45 درجه بس. طيب انا لا، عايز اخليه يلف كل خمس درجات عشان اقدر اتحكم فيه براحتي. فانا عايز اجيبه مثلا على 45، بس ثبته على 45. كلام جميل كلام جميل. خلينا نرجعه زي ما هو كان تاني. طبعا انا لو قفلت الانجل هنا مش هيجي لي الخمسات والعشرات وال45، لا هو بيتحرك بطريقه عشوائيه. فانا لما اكون بعمل روتيت بحب ان انا اشغل انجل سناب. طيب تالت حاجه معانا وهي السكيل. السكيل لو جيت في النص هنا بص بيكبر معايا كده زي ما انت شايف. لو ممكن اكبره بس اعمله سكيل في اتجاه الواي، ممكن اعمله سكيل في اتجاه الزد، ممكن اعمله سكيل في اتجاه الاكس. تمام تمام. طيب رابع حاجة عندنا السيلكت اند بليس. يعني ايه سيلكت اند بليس؟ بص خلينا نشوف ان انا جيت رسمت بوكس مثلا، رسمت بوكس تاني، خلينا نحطه هنا مثلا كده دلوقتي. رسمت بوكس، انا عايز احط البوكس ده هنا. خلينا نقول ان دي مثلا عملت حاجة انتيريور كده، ده مطبخ مثلا ودي كوباية. طب وليه يعني خلينا اهو يا سيدي
اهو حطينا كوبايه شاي للناس اللي لسه مش شربتش الشاي النهارده. طيب ده التي بوت بتاعي، انا عايز احطه هنا، عايز احطه على الرخامه. هحطه ازاي؟ هيجي واحد يقول لي مثلا بالموف اقعد اعمل كده واطلعه واظبط دي بحيث انها تبقى، لا لا لا، اقول لك بس بطل عك بطل عك، رجع كل حاجه زي ما هي. هنمسك التي بوت بتاعنا، هنضغط على السيلكت اند بليس. خلاص ضغطنا، معنى كده ان انا خليته خامه مفيش فيه حاجه تدخل جواه، ان هو يتحط في اي مكان. يعني بص كده لو جينا مسكناه حطيناه هنا هتلاقيه اتحط على السطح بالظبط. فهمت قصدي؟ يعني اهو مثلا جينا هنا كده اهو اتحط على السطح الاوبجكت التاني اللي انا عايزه. عندنا طريقه تانية للسلكت اند بليس دي برضو. هتقولي ايه هي؟ حاجه اسمها اوتو جريد. ايه الاوتو جريد ده؟ بص خلينا نسيب الشكل اللي احنا عملناه، خلاص انا عايز اعمل تيبوت تاني اهو. بضغط على اوتو جريد. معنى ايه اوتو جريد؟ ان انا بيعمل لي على الشكل اللي موجود عندي. بص لو جيت اعمل كده اهو هتلاقي اتحط. فهمت قصدي؟ ده عشان انا مفعل اوتو جريد، اللي هو انا حاطط الماوس هنا، خلاص اول ما اعمل حاجه هيطلع لي هنا كأن دي الارضيه بتاعته. يعني بص طقم شاي عنب، ده الاوتو جريد بتاعنا. طيب حاجه مهمه جدا 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 بقى، لو بصيت هنا هتلاقي في حاجه اسمها لوكال. لوكال ايه لوكال دي؟ بص يا باشا، دلوقتي الاكس والواي والزد اهم، ده الواي ده الاكس وده الزد، صح كده؟ صح. طيب خلينا عملنا بوكس هنا، ادي البوكس، وخلينا عملنا روتيت للبوكس ده يعني 15 درجة. جميل جميل. وجينا حطينا بوكس تاني خليه تحت مثلا اهو. بص كده معايا هتلاقي الاكس والواي والزد عاملين ازاي، وهنا الاكس والواي والزد عاملين ازاي. فهمت قصدي؟ اللوكال ده يعني على حسب الاوبجكت محطوط ازاي. يعني دلوقتي الاوبجكت محطوط بطريقه مستقيمه فهتلاقي الاكس بطريقه مستقيمه، الواي بطريقه مستقيمه، الزد بطريقه مستقيمه. طيب هنا اللوكال برضو هتلاقي ان هي بطريقه مستقيمه ولكن لفت مع الاوبجكت. انا عايزك تتخيل معايا برضو. بص كده هنا الاكس والواي والزد عاملين ازاي، هو لوكال. طيب لو جينا غيرنا مثلا عملناه كده خليناه فيو، بقى البيفوت بتاعي على حسب الستاندرد بتاع الماكس بتاعي. افهمها لكم بطريقه ابسط. جيت انا ده خدته عملت له سيلكت اند بليس وحطيته هنا. حلو. طيب دلوقتي انا عايز احركه على الشكل، عايز احركه يمين شمال. خلي بالك هو فيو، هو على ال الشكل اللي هو عليه. يعني بص اكس وواي وزد، فاهمني؟ ده الفيو اللي هو بالشكل الطبيعي بتاع ال 3 دي اس ماكس. طيب لو انا عملت لوكال بيجي بالشكل الطبيعي اللي هو عليه، فلما باجي احركه بيتحرك مع الشكل المايل اللي هو عليه او الشكل بتاعه. فهمتوا قصدي؟ بس كده نكون خلصنا درس النهارده. اخر كلمه نقولها هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.